السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أميرة أبو زيد، والنهارده الجمعة وصباحكم فل وياسمين وورد كده وجمعة مباركة عليكم وعلينا يا رب. أول حاجة هنعملها طبعا فنجان قهوة عشان يظبطنا، عشان نقدر ان احنا نتحمل اليوم كله بتعبه بمجهوده ببغنوجه بكل مشاكله ومصايبه. هنا بعمل القهوة بتاعتي، خلاص بجهز الفنجان بتاعي. تمام كده. ايوه اقرب الصينيه علشان هعرف اصب كويس، لان بدأ يقع مني وانا بصب في المره الاولانيه. تمام كده. لما يهدى شويه هنبدأ نشوف احنا هنتغدى ايه ونعمل الحاجه بتاعه الغدا بتاعتنا. معايا هنا 2 حبة بطاطس كبار، بقشرهم كده في كيس بلاستيك علشان الم كل كده مره واحده على طول في الباسكت على طول. تمام كده. كده الكيس لما بنحطه ما بيوسخليش بقى على رخامه ولا بيبهدل لي اي حاجه. الفوطه دي طبعا فوطه كده بحطها للمطبخ، مش ان انا بعمل بيها حاجه، يعني بمسح بيها اي حاجه وقعت مني على الرخامه. بجيب هنا البطاطس غسلتها كويس، بعد ما غسلتها بقطعها كده شرايح رفيعه، وهبدأ كده اقطعها صوابع برضو رفيعه، وبحطها كده في المصفى بتاعتها دي. تمام كده. بنقطعها، انا بقطعها، انت قطعيها حسب ما انت حابه. ببدأ بعد ما قطعتها صوابع غسلتها وسبتها تصفى على الفوطه زي ما انتم شايفين. حطيت شويه في الصفايه وحطيتها في الزيت لان الكميه كبيره، فانا قلت اسوي شويه وبعدين احط الباقي. حطيته على عين تانية، وهبدأ هنا اعمل الوصفه بتاعتنا التانية اللي هي عباره عن حله وحطيت فيها شويه من الزيت، وهسيب الزيت بتاعي يسخن كويس جدا. معايا هنا طماطم عصرتها في الخلاط، وهبدأ بقى اصفيها. انا بحب اصفي الطماطم ايا كان هي ايه بقى، الطماطم للطبيخ يعني اللي مثلا لما بعمل اسمها ايه، رز اسمه كشري مصري، بحب اعصر الطماطم يعني. بس المحشي هي الاكله الوحيده اللي ما بصفيش فيها الطماطم. بحبش القشور بتاعه الطماطم ولا البذور ولا الكلام ده. كده تمام خلاص، انا صفيت الطماطم. لون الطماطم معايا ما عجبنيش، فهحب فانا هزود صلصه. الصلصه دي معجون طماطم جايباه من الماركت، مش معمول في البيت يعني، عشان بس يديني لون حلو للوصفة بتاعتي او الطبخة بتاعتي. حطيت هنا شوية ملح، هحط شوية سكر عشان حموضة الطماطم والصلصة، وشوية فلفل اسود. بس كده، مش هحط اي توابل خالص غير الفلفل الاسود. كده خلاص، انا هسيبها بقى لحد ما تتسبك وهنبدأ نشوف احنا هنعمل ايه. انا كده بقلب البطاطس على العين التانية. هحط هنا المعجون الطماطم او الصلصة، هقلب كده وهسيبهم بقى يتسبكوا مع بعض شوية، وهشوف بقى انا محتاجة تاني ولا لا. خلاص، هي خلاص ابتدت تسبك معايا. معايا هنا بصلتين متوسطين هقطعهم كده، ومعايا فلفل اخضر، ومعايا فلفل سبايسي او حامي. واحدة حمرا. لو انت ما بتحبيش اللي هو السبايسي تقدري تحطي فلفل بس بارد. باخد كده الكبة واحط فيها البصل، هضرب البصل ده وانعمه شوية، ومعايا توم، دول هضربهم كده. هنا خلاص التسبيكة بتاعتي استوت. هبدأ هنا بقى اجيب الفلفل كده وهشيل البذور منه، هقطع كده واشيل البذور منه. زي ما انتم شايفين البذور طبعا مش مستحبة خالص، محدش بياكلها اساسا. بس لما بيكون اللي هو الفلفل الشطة ده عادي انا بسيبه، يعني عشان يزود مثلا السبايسي بتاع الشطة، عشان بيبقى فيه اوقات فلفل كده اللي هو الشطة ده بس ما بيحرقش، او الحرقان بتاعه بيكون بسيط، فببدأ اسيب البذور بتاعته. قطعنا الفلفل وهقطع الثوم وهسيبهم كده على ما اضرب البصل.
تمام كده. النهارده الجمعة طبعا الناس اللي هم الرجالة يعني والولاد بينزلوا يصلوا، والستات بتبقى قاعدة في البيت عشان تجهز غدا، تنظف البيت، تستنى الناس جعانة. فهنا انا بعمل الغدا، قلت كنت هعمل اكل بعيش يعني، ورجعت تاني قالوا لك مفيش عيش في البيت. مش فيش عيش في البيت ازاي يا جماعة؟ فخلاص قلنا نضطر ان احنا هنطبخ يا ولاد، هنطبخ يا ولاد. تمام كده. كده خلاص الصلصة بتاعتي اتسبكت، هبدأ بقى ايه، اكون انا مشغلة الكاتل على مية مغلية. هنا البطاطس خلاص اتحمرت اهي زي ما انتوا شايفين كده المرتين. تمام. هرش شوية ملح وكمون وكده حلو قوي على البطاطس. كده اول طبق اتعمل معانا في غدا النهاردة، انجزنا النهاردة. على فكرة التصوير بياخد وقت طويل جدا في تجهيز الغدا، يعني لو انا بعمل من غير ما بصور بلاقي ان انا بخلص بسرعة عن بكون بصور. انا خدت بطاطس اكلها يا جماعة وهي سخنة. حشوها من قدامي، حشوها من قدامي كده. انا حطيت لان الكاميرا بصراحة ما كانتش شغالة وانا كنت فاكراها شغالة. بعد الطماطم ما اتسبكت خلاص حطيت هنا الملح وشوية صغيرين من السكر عشان حموضة الطماطم، وحطيت الفلفل الاسود. كنت غليت مية وحطيت المية، وبعد كده نزلت بالمكرونة بتاعي زي ما انتم شايفين كده. هظبط المية بتاعها، بخلي المية بتاعة المكرونة يدوب زي ما انتم شايفين كده، بتغطيها بس مش قوي، لان كمان دي حجم كبير. الحجم الكبير آه بنبقى عارفين ان هي كلها ايه، يعني عايمة على الوش كده، وبيبقى فيه تحت مية كتير بالنسبة ليها. لكن لو المكرونة الصغيرة المرمرية دي بتبقي عايزة مية تغطي المكرونة خالص من فوق، لان ما بيبقاش فيه اللي هو الحيز بقى، والمسافات ما بين الواحدة والتانية ما بيبقاش كبير، بيبقوا لازقين في بعض كده. لكن دول عشان بيبقوا كبار بياخدوا حيز كبير، فبتلاقي ان بيبقى تحت سوائل وفوق المكرونة. انا هنا حسيت ان المكرونة بتاعتي محتاجة صلصة، فحطيت برضو شوية من الصلصة كده، وهبدأ اقلبها علشان الصلصة المكرونة تبقى لون واحد. وبعدين هظبط برضو الملح، هتعوز شوية ملح، والملح حسب الرغبة زي ما انتم شايفين اهوت. نظبط بقى الملح، نظبط الزيت، نظبط الفلفل، نشوف المكرونة بتاعتنا محتاجة ايه بنحطه لها. انا هنا المكرونة ما فيهاش لا توم ولا بصل ولا فلفل ولا اي حاجة، هو بس شوية الزيت مع الصلصة والطماطم مع شوية فلفل اسود والملح وفقط لا غير. ايه، ظبطت هنا الملح اهوت. مكرونة خفيفة وهادية وما فيهاش اي مشاكل خالص، يعني مش هتعملي لنا حموضة ولا تطلع على قلبنا ولا الحقيني يا بنتي ولا الكلام ده. خلاص كده هغطي عليها بقى واسيبها تتشرب شوية من المية اللي فيها، وبعد كده هدي النار لحد ما تكمل سواها. ويبقى كده تاني وصفة معانا في الغدا النهاردة. هنعمل بقى ايه الوصفة الرئيسية بتاعتنا النهاردة. كده المكرونة خلاص بدأت تتشرب اهيت، شايفين الجمال والحلاوة والبخار اللي بيدفي في الشتا ده، يعني الاكل ينزل من على النار على معدتك على طول. جبت بقى ووك، جبنا طاسة، جبنا حلة، اي حاجة هنستخدمها عشان هنعمل فيها الوصفة. معايا هنا معلقة من السمن البلدي، واحطها واسخنها كويس جدا مع شوية من الزيت، وهنزل بالبصل اللي احنا ضربناه في الكبة. في ناس بتحبه جوليان او شرايح، بيحبوا يكون ظاهر. انا عاملة عشان احمد ابني مش عايز بصل يا ماما، فحطيت شوية زيت اهي، وهبدأ بقى هنزل ايه بالبصل كده واشوحه واكرمله وادلعه. انا هقلب بقى في البصل ده كويس جدا، احط بقى شوية ملح وشوية سكر عشان يكرملهولي بسرعة كده، لان انا عايزة انجز بصراحة، عندي اليوم كله شغل. ف الله المستعان. حطيت اهوت البصل كله،
هبدأ اخد هنا التوم والفلفل، وبدأت افتكر ان انا نسيت ايه. يلا هاتيها بسرعة. حطينا السكينة وهبدأ احط بقى ايه الخضار بتاعنا علشان هضربه ضربة، بس مش زي البصل، انا عاوزاه يكون خشن شوية عشان يكون ظاهر معايا في الاكلة بتاعتي. اضرب. اليوم النهاردة كان كله شغل بصراحة، يعني انا ما يعني طول اليوم من اول ما صحينا من النوم لحد ما خلاص هننام إيه كده. خلاص الفلفل زي ما انتم شايفين هو والثوم ضربناه، وانا عايزه الحتت بتكون زهره تمام. هبدأ هنا بقى هاخد البصل كده وهفضل اقلب فيه لحد ما ياخد اللون الكراميل الحلو اللي هو مش غامق قوي. تمام. انا هنا بحط الملح وهحط بطرف المعلقه شويه من السكر علشان يساعد البصل بتاعي يكرمل بسرعه. انتوا زي ما انتم شايفين انا حاطه برضو دهون مش قليله والبصل اتشربها، فانا مش هحط خالص بقى دهون تاني، لان البصل لو انا حطيت عليه تاني الاكله بتاعتي دي هتبقى تقيله قوي، وهي نفسها اصلا تقيله، وكمان الدسامه بقى هتطلع على قلبنا بصراحه. فاقلب كده زي ما انتم شايفين باستمرار لحد لون البصل بتاعي ما ياخد لون. تمام. اللبن ده يا جماعة والله العظيم انا واقفة جنبه اهوت، والله وعينيا ما بتغفلش عنه، واول ما خلاص هيغلي اقوم طافية الاقيه فار، معرفش ليه. يعني احنا بنجيب كيلو ونص لبن بنشرب النص كيلو والكيلو للبوتاجاز. هنا شرايح من الكبدة دي انا جايباها قطع على بعضها وانا اللي قطعتها. بتكون وهي يعني بدخلها الفريزر تتجمد شوية وبعدين بطلعها. اول ما يعني يا دوب ممكن ساعة ولا حاجة، وببدأ بقى اخدها اقطعها. عاوزة اقطعها عصافير اللي هو للكبدة الاسكندراني، او ان انا اقطعها شرايح للشوي. انا كنت هعمل دي بصراحة للشوي لان كنت عاملة جزء منها عصافير، فقالوا لنا مفيش عيش، فقلنا خلاص يا جماعة انا هعملها بالطريقة دي عشان تتاكل مع مكرونة. بجيب كده بقى الشرايح زي ما انتم شايفين وهبدأ اعملها صدمة كده، وهقلب كل قطعة شمال ويمين على الجنبين علشان تاخد صدمة على البوتاجاز، والعصارة اللي موجودة في الكبدة ما تنزلش في الطاسة. وانا اهو ما سبتش اللبن بس والله فار. شايفين اه فار كده. ببدأ اقلبها كده وبعدين اقلب تاني، يعني مفيش مشكلة. يا رب. قولولي في الكومنتات طبختوا ايه النهارده وكان يومكم عامل ازاي، والجمعة ده بيبقى شغل كتير كده ولا انتوا بتبقوا عاملين ايه طول الاسبوع؟ هنا النار عندي عالية ما وطيتهاش خالص اهوت زي ما انتوا شايفين. خلاص هحط هنا بقى شوية مية صغيرين كده عشان حاسة ان الكبدة عايزة شوية، وهغطي عليها لحد ما تستوي. تمام. انا لسه محطتش لا الفلفل ولا الثوم، واللبن لسه مغلاش، هو كان متلج وانا كنت حاطته قلت عشان اعمل بيه حاجه. الجو برد والنهارده الجمعه قلت اعمل بيه حاجه النهارده تدفينا، وهنشوف احنا هنعمل ايه. انا هنا نزلت بالفلفل اهوت والثوم على التبدة يا معلم. هنفتح عربية تبدة. تمام. شوح قلب. هنا بحط شوية من البهارات يا جماعة، دي اللي انا بعملها في البيت. شوية بهارات كده ميكس مع بعض ومضروب مطحون، وبستخدموه في وصفات كتير. حطيت كمان شوية فلفل اسود وفقط لا غير، وبس ظبطنا الملح بتاعنا كده. خلاص هي الكبدة خلاص. هحط بقى معلقة خل ان خلاص الكبدة انا هطفي عليها. لسه ما قلبتش، هنقلب.
شايفين الفلفل اخر حاجة، يعني تكة وبنطفي البوتاجاز. تقدري تحطي دبس رمان او صويا صوص مع الكبدة برضو بيدي طعم حلو، بس هنا انا حطيت الخل مع عصير ليمون. بصراحة طعمها رهيب. يا الواناتك يا تكاتك يا ميرو، شايفين الالوان، شايفين الجمال، شايفين الريحة، شمين الريحة بجد تحفة. انا هنا مش منشفاها خالص، يعني هي ما فيهاش سوائل، بس يعني حاجة بسيطة كده مع الصوص بقى ده مع المكرونة تحفة. في ناس بتحبها مع الكبدة، تقدر برضو تاكلها مع, مع الكبدة مع الرز، تقدر تاكلها مع الرز برضو ينفع. هنا خلاص كده الغدا جاهز يا ولاد، الغدا جاهز يا ولاد. هعصر الليمون وهنطفي البوتاجاز. بيديك الاتنين يا سعاد. خلاص كده خلاص. طفيت البوتاجاز، هبدأ بقى ايه اغرف المكرونة وكل واحد طبقه. مكرونة روما روما، تشيل البذور اللي وقعت من الليمون. كان في بذرة هنا وقعت بس مش شايفاها، يلا بقى كل واحد ورزقه اللي هياخدها. هبدأ هنا بقى ايه، هجيب ايه المكرونة. عرفنا المكرونة، شايفين لونها تحفة وشكلها جميل قوي. وبصراحة حتى المكرونة يعني من الاكل اللي انا ممكن اكله كده من غير اي حاجة خالص وهي سخنة، يعني تبقى نازلة كده من على النار كده جوسي شوية، بتاكليها بقى ايه باستمتاع، بتبقى جميلة حلو، جميلة قوي يعني، جميلة حلوة قوي، جميلة حلوة قوي. حطيت المكرونة وعليها الكبدة وكل واحد هياخد طبقه ويروح على مكانه عشان يتغدى. شايفين تحفة. ده شكل طواجن المكرونة بالكبدة يا معلم. كل واحد طبقه، يلا يا بابا انت وهو خد طبقك وطبق البطاطس وتمام. اتغدينا ويلا بينا، يلا هما هياكلوا وينتخوا وانت تقومي يا ماما كده تروحي تشوفي حياتك تكمليها. هنا المواعين، بنغسل المواعين. وانا عندي يعني الحمام الصغير والمطبخ ليهم سخان غاز، سخان غاز. مبنصحش بالماركة دي، يونيفرسال اقسم بالله من ارض السخانات. يعني لما ركبناه ما كانش بيشتغل خالص، فقالوا لك البطارية نغير البطارية، ما فيش فايدة. جبنا غيرنا البطارية وحولناه لشاحن كده زي الشاحن، فيشة بتتحط في الكهرباء، اقسم بالله ولا بيشتغل. يعني انا بتلج يا جماعة، بتلج المية تلج، وفي مواعين بتبقى كلها دهون عاوزة مية سخنة، مفيش. يا جماعة اعمل ايه في السخان ده؟ انا كده خلصت المواعين كلها اهيت. وبغسل الشبكة دي بتاعة الحوض، بنحط فيها مثلا مثلا لو انا عايزة اعمل خضار ولا بغسل حاجة، بغسل كده 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 فوق حوالين الحوض بقى والحنفيات والكلام ده، عشان طبعا المية اللي بتبقى متراكمة كده. بغسل الحوض كويس وانضف كده، بمسح من فوق عشان مش عارفة اجيب مية. زي ما انتم شايفين يعني خلصنا المواعين وبنغسل حوالين الحوض، نغسل الرخامات. انا كنت خلاص غسلت بدأت الاول بالرخامات وبدأت بالبوتاجاز، بعد ما خلصتهم دخلت خلاص على المواعين. الفوطة دي بقى بغسلها كده وبحطها على الحوض علشان الطرطشة، وعشان طول ما هي قدامي كده بمسك الفوطة وبمسح. دخلنا بقى ايه، كنت مشغلة الغسالة قبل ما نتغدى والغسالة خلصت. كنت هنا اللي هي السجاجيد بتاعة الصلاة زي ما انتم شايفين، لميت عليها شوية غسيل وشغلت دورة عليها وخلاص خلصت. وهبدأ هنا اخدهم وهروح انشرهم يا جماعة. والدنيا ليل والحتة هس اسكت خالص، مفيش ناس مفيش حد. شايفين الشوارع الجو برد اصلا والناس كلها في بيوتها. انا هنا ما ولعتش نور البلكونه بصراحه، علشان ما بحبش مثلا ايه يعني حد رايح حد جاي يشوف النور اللي سطع فوق ده ويقوم باصص. فكده خلينا في الضلمه احسن، بنشر بس ضوء الاوضه، النور اللي في الاوضه جوه منور لي. انا كده خلصت نشير. رحت فين؟ انا رحت فين؟
ايه ده؟ انا خلصت النشير ورحت فين؟ انا اهو بوريكم الشارع وهو ضلمه. الشارع مش ضلمه كده، بس ده من فوق، لكن تحت فيه نور. دي البلكونات والشبابيك بتوع الناس. هو انا بوريكم ايه؟ والله مش عارفه ايه الدنيا الضلمه دي. خلاص يا ماما، يلا ادخلي يا حبيبتي يلا. ودخلت هنا بقى، عملت ايه؟ عملت شويه حاجه سخنه كده. انا هعملها الوصفه دي عاملاها فيديو لوحدها ان شاء الله. هنزلها بعد الفيديو ده وتجربوها وقولوا رأيكم. يا رب يكون الروتين بتاعي عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. كنت بردانة جدا جدا وقلت لازم اعمل اي حاجة تدفيني بصراحة. اكلتها وهي سخنة عشان بجد والله كان الجو برد، وخصوصا لما خرجت البلكونة انشر فكنت متلجة عمالة ارتعش. يا ولاد انا عايزة اشرب او اكل اي حاجة سخنة، وعلى السرير جري بقى. شايفين عملتها بس كانت حلوة قوي. ان شاء الله هنزل لكم الوصفة بعدها ان شاء الله تجربوها والروتين يكون عجبكم. يا رب تكتبوا لي كومنت حلو وتحطوا لي لايك عشان اللايك مش بفلوس. وباي باي.